في بداية السيزون الجديد للدوري المصري أنا هوجه كلامي للمحللين بتوع كرة القدم اللي بيجوا على القنوات. لا هقول محلل باسمه ولا هقول قناة باسمها. بس أنا عايز أقول لكم حاجة، أنتوا بتتعاملوا مع عامة الشعب، الكورة دي بتاعة الغلابة، فحاولوا وأنتوا بتتكلموا مع الغلابة تتكلموا بطريقة تناسب الغلابة. يعني إيه؟ يعني بلاش عوجة اللسان وبلاش عوجة البق وبلاش إكلياك كيكليوك كيكاكو كوكي، بلاش الكلام ده. اتكلموا عربي، النبي عربي، اتكلموا عادي جدا، فهموا الناس انتوا بتقولوا ايه. يعني لما تيجوا تتكلموا في الكوره اتكلموا عربي عشان الناس تفهم. الناس دي اللي قاعده، والدتي ووالدتك واختي واختك واخويا الصغير، مش كل الناس هتفهم اللغه اللي انتوا بتتكلموا بيها. انتوا صارفين على نفسكم ودافعين فلوس بالدولار عشان تعرفوا تتكلموا على دماغنا، لكن الناس اللي قاعده بتتفرج عليكم مش هيبقوا فاهمين قوي انتوا بتقولوا ايه. بلاش اللغه، او لو حتى قلت اللغه حاول كمان تفسرها بالعربي، وبلاش لغه الارقام. يعني بلاش تقول انك بتلعب بستة تمانيتين وتمانية ستتين، عشان دي على ايامنا كانت لغه موبايلات، فبلاش تتكلموا بالارقام. وحتى لو قلتوا الارقام حاولوا يا جماعه تفسروا، تقولوا واجبات كل مركز ايه والمركز اللي انتوا بتتكلموا عليه ايه، علشان الناس اللي بتقعد تتفرج عليكم ناس غلابه وعايزين يفهموا انتوا بتقولوا ايه ويستوعبوه، لان هم بيحبوا الكوره. هم مش ذنبهم ان انتوا متعلمين زياده عن اللازم. يا ريت تهتموا بالكلام اللي انا بقوله وتحاولوا تتكلموا لغه الناس تفهمها وتبقى عارفاها. سلام. نقول الكلام بتاعنا الكلام السهل السلس الشعب ده يمكن يفهم اي كلام بس تفهمه.